مساء الخير. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست سؤال على الهوا. السؤال النهاردة هو: ليه الشباب بقوا قلقانين ومتوترين ومكتئبين أكتر من الجيل اللي قبلهم؟ برحب بكل اللي انضموا لنا جداد، وبرحب بأصدقاء البودكاست اللي معانا من زمان. يلا نبدأ الحلقة. دلوقتي في ناس كتير ردوا عليا وقالوا لي لما سألت السؤال ده إنه السبب هو في الأساس السوشيال ميديا، يعني وجود الشباب باستمرار على التليفونات بتاعتهم أو قدام الشاشات. أنا طبعا معترفة إنه ده جزء كبير جدا من السبب، بس لما حللت الأسباب وقريت عنها ورجعت لأكتر من كتاب، منهم كتاب اسمه The Anxious Generation، لقيت إنه في تقريبا 4 أسباب، منهم أكيد السوشيال ميديا. السبب الأولاني والمرتبط بالتكنولوجي بيقول إنه من سنة 2010 تقريبا، ومع انتشار التليفونات واللي هي سمارت فونز والسوشيال ميديا، بدأ يظهر نوع كبير من القلق. يعني بدأنا نشوف شباب يلجأوا للأطباء النفسيين أكتر، بدأنا نشوف ناس بتأذي نفسها وبتعمل اللي بيسموه الكاتنج وبتعور روحها، بالذات في البنات، وبيروحوا الإمرجنسي رومز أكتر بكتير من الأول. في حاجة معينة اتغيرت بالشباب. الحاجة دي مختلفة عن لما كان عندهم تليفونات عادية بيردوا بس بيها على التليفون. هنحاول إن كده نفصص الموضوع ده شوية. في كوكتيل من الحاجات اللي ساهمت في وجود النوع ده من القلق. مثلا مفيش حد فينا ما لاحظش إنه ممكن يبقى قاعد على ترابيزة مثلا ومع عيلة كبيرة، وكل واحد فيهم منعزل تماما على التليفون بتاعه، بيتفرج على الشاشة تقريبا 24 ساعة. السوشيال ميديا بقت جزء أساسي من حياة الجيل ده. إيه بقى اللي بيحصل لما بنت أو ولد مراهق بيقعدوا قدام السوشيال ميديا يتفرجوا على صور وحياة ناس تانية؟ نبتدي بعد الفاصل. كنا بنقول إيه اللي بيحصل لما الشباب يتفرجوا على صور وحياة ناس تانية على الإنستجرام مثلا. هبتدي وأقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان نصحنا نصيحة ذهبية في حديث بما معناه إن إحنا لازم نبص على الأقل مننا في النعم، مش على اللي أفضل مننا في النعم، عشان ما نقللش من فضل ربنا علينا. اللي بيحصل دلوقتي هو العكس تماما. إحنا طول الوقت بنبص على اللي أحسن مننا أو اللي إحنا متخيلين إنه أحسن مننا، فبنحس بالنقص. جزء كمان من التوتر إنه السوشيال ميديا بتسبب حاجة اسمها الفومو، إيه هو الخوف من فوات الشيء. النظرية دي اللي بيستخدموها الناس عشان يبيعوا لنا، أو البيزنسز عشان يبيعوا لنا حاجات، إنهم بيقولوا لنا الحقوا اشتروا الحاجة دي قبل ما يفوتكوا الخصم أو قبل نفاذ الكمية. ده اسمه fear of missing out. الشباب بقى قلقان قوي إنه لو قفل الموبايل شوية ممكن يفوتوا حدث مهم، يفوتوا خبر عن حد من أصحابه، يفوتوا تجمع مثلا لأصحابه أو خروجة، أو يفوتوا ترند. فدايما حاسس إنه متوتر عشان ممكن فقدان التواصل معناه إنه يفقد اللينك أو الوصول لحدث مهم بالنسبة له. في جانب تاني خطير، هو إن الحياة الرقمية دي بقت بتيجي على حساب حاجات تانية مهمة للصحة النفسية. إيه هي بقى؟ الحياة الرقمية من بعد سنة 2010 فرضت نوع من العزلة الاجتماعية، أو زي ما بيقولوا الحرمان الاجتماعي. يعني حتى لو واحد نفسه عنده آلاف المتابعين على السوشيال ميديا هتلاقيه هو نفسه وحيد، لأنه في الآخر التواصل عبر الشاشة مش زي التواصل بوجود أصدقاء مقربين. المراهقين بقى عندهم نقص كبير في العامل ده. ما بقاش فيه أصدقاء مقربين زي الأول، ما بقاش فيه تجمع يقعدوا فيه مع بعض يتكلموا ويرغوا ويحكوا عن تجاربهم. تواصلهم كله بقى عن طريق الشاشات، تكست،
بيبعتوه من واحد للتاني، أو فورورد لنكتة أو لفيديو، أو حتى حاجة قبيحة يعني بالنسبة للولاد، لكن مفيش الوقت اللي بيقضوه مع بعض. حاجة كمان الشاشات عملتها وهي إنها أثرت على نسبة النوم والتركيز. فالإحصائيات بتقول إن عدد الطلبة اللي بيناموا أقل من 7 ساعات زاد جدا بعد انتشار التليفونات اللي هي السمارت فونز. قلة النوم لوحدها كفاية إنها تعمل توتر وعصبية. أضيف لكده إنه في تشتت كبير الانتباه. لقينا في نسبة كبيرة دلوقتي مصابة ADHD اللي هو تشتت الانتباه، طبعا بدرجات مختلفة. أحد أسبابه هو التنقل المستمر ما بين الشاشات والنوتيفيكيشنز والمقاطع السريعة اللي عمالين بنشوفها على تيك توك. ده كله بيخلي المعلومة السريعة هي اللي بتاخد مجال في المخ، لكن المعلومة اللي محتاجة قراية ومحتاجة بحث بقت ملهاش مجال وملهاش مكان في عقول الشباب. السوشيال ميديا بمعنى أصح تسببت في 4 حاجات: حرمان اجتماعي، ما بقاش فيه تجمعات كتيرة، الولاد بيؤثروا وبيفضلوا انهم يقعدوا في البيت على الشاشات على انهم ينزلوا يقابلوا اصحابهم وعيلتهم. جرب كده تقول للمراهق تعالى ننزل نروح عند خالتك مثلا ولا عند عمتك، 90% هيقولك لا. هو اتعود ان هو يقعد في اوضته ويكلم اللي هو عايز يكلمه على التليفون، تكست يعني او مسج، واللي مش عايزه او مش مهتم ما يكلموش. مفيش تواصل بينه وبين الادفرساريز، يعني بينه وبين الناس المختلفين معاه في اي حاجة. هو بيغني على ليلى مع اصحابه ومع الناس بس اللي هو موافق على وجودهم. تاني حاجة بتعمل حرمان من النوم، تشتت في الانتباه، ونوع من الإدمان. أيوة الإدمان مش لازم يبقى إدمان كيميائي، لكن مع كل لايك أو شير أو كومنت بيتعمل على بوست إحنا بنعمله، في جرعة دوبامين وهو الهرمون المسؤول عن السعادة بتفرز في المخ، ومع الوقت ده بيبقى إدمان. طبعا ما نقدرش ننفي كمان إن في محتوى سلبي بيسبب قلق أكتر، زي مثلا التنمر الإلكتروني، إنه حد دايما باستمرار بيتكلم عليك أو بيتكلم عليك بطريقة وحشة. والأوحش إنه دلوقتي بقى فيه تنمر عن طريق نشر الصور، عن طريق إنه يحط لك إيموجيز سخيفة على كل كومنتاتك أو بوستاتك. لو عايزين تتفرجوا على حاجة بتوصف الموضوع ده، اتفرجوا على المسلسل اسمه Adolescence، كان على أظن نتفليكس، كان بيتكلم على شاب وصل إن هو شاب صغير جدا يعني 13-14 سنة مقام بجريمة قتل بسبب التنمر الإلكتروني ده. في المحتوى كمان اللي بيسبب لنا خناقات طول النهار على السوشيال ميديا، خناقات في الكومنتس طبعا، وزاد وغطى الأخبار السيئة اللي بتيجي لحد عندك. الشباب الصغير ما عندوش لسه المناعة اللي عندنا اللي بتخلينا نقدر إلى حد ما نفصل ما بين الأخبار السيئة البعيدة عننا وما بين الحاجات الآنية اللي بتحصل لنا كل يوم. الشباب بيعيش معاها وبالذات البنات، وبيتوحد معاها جدا لدرجة إن الأخبار السيئة دي بقت جزء من حياته، بقت حملة على أعصابه. طبعا هل ده معناه إن الكلام عن التكنولوجي يعني أو التكنولوجي كلها وحشة؟ لا طبعا، الموبايل والسوشيال ميديا دي أدوات زي السكينة بالظبط. السكينة ممكن تقطع بيها الأكل وممكن تجرح بيها نفسك، الفرق هو طريقة الاستخدام. لو حطينا معظم الحمل على السوشيال ميديا عندنا حق طبعا، ولكن في حاجات تانية وتحديدا في 3 عوامل تانية أنا لقيت إنها بتعمل قلق كبير. العامل التاني هو العزلة وضعف التواصل الاجتماعي قل جدا. احنا بقينا مش عايزين أولادنا يلعبوا في الشارع مثلا، ولو راحوا يلعبوا في بلاي اريا احنا دايما معاهم، ولو راحوا يلعبوا في النادي احنا دايما عينينا عليهم. عدي كده على اي بلاي اريا هتلاقي اللي بيلعب في الحقيقة هو الاب او الام مع الابن، الولاد ما بيلعبوش مع بعض. احنا خايفين قوي انه يقع يتعور، خايفين قوي انه حد يوجه له كلمة مش كويسة، خايفين كمان من المتحرشين اللي بنسمع عنهم وبنتفرج عليهم
في الميديا كل يوم. مع انه يا جماعة المتحرش حقيقي الايام دي مش قاعد في البلاي جراوند ومش قاعد في النادي، المتحرش قاعدوا على السوشيال ميديا يا جماعة. ولادنا بيلعبوا ألعاب مع غرباء، وأي واحد غريب ممكن يتقرب منه يطلب منه صورة يعمل لها فوتوشوب ويبتزوا للأبد. هو ده مش كفاية إن احنا نفكر إنه الأذى اللي هيحصل في الخروج من القوقعة دي اللي هو البيت اللي احنا قاعدين عازلين الولاد فيه أحسن بكتير من إن احنا نسيبه يتلزق في الميديا ويتلزق في التليفون، ما يحتكش وينعزل انعزال تام مع أشخاص ممكن في الحقيقة يكونوا مرضى ويسببوا له أذى أكتر بكتير، من غير صحاب حقيقيين حوالين الشباب دول أو أهالي بتتكلم معاهم بانتظام. أي مشكلة صغيرة جواه بتكبر وما بيلاقيش حد يتكلم معاه غير أحيانا يتكلم مع الذكاء الاصطناعي أو يتكلم مع ناس أقرانه في نفس سنه أو يتكلم مع حتى غرباء ما يعرفهمش خالص يدور بيهم على حلول لمشاكله. وطبعا ده بيسبب قلق أكتر وآلام أكتر ومشاكل أكتر. تالت حاجة زودت مستوى القلق عند الشباب وفي الحقيقة ومن غير مواربة هو الحماية الزايدة من كل المخاطر. خلونا نحط ايدينا على الجرح يعني ونفتحه بصراحة ونقول إن جيلنا والجيل اللي قبلنا اتربى أو ربى أولاده بحب شديد قوي وبحرص شديد قوي اللي بيسموها الهليكوبتر بيرنتنج، يعني الأب والأم عاملين زي الهليكوبتر، أي حاجة بتأثر على أولادهم تتعبهم أو تضايقهم أو تعملهم مشكلة إحنا مستعدين فورا نتدخل علشان نحلها لهم. حماية مفرطة جدا. فلما تحمي ابنك أو ابنك طول الوقت من أي خطر أو من أي مشكلة صغيرة وتفضل تحلله كل العقبات بنفسك، الطفل بيكبر من غير ما يتعلم إزاي يواجه الحياة بنفسه، يطلع لغاية سن الجامعة ما قابلش تقريبا أي موقف صعب أو أي تحدي. لو عنده مشكلة مع الكابتن في التمرين بتروح تتكلم مع الكابتن انت وتقوله انت مش بتخليه يلعب ليه، مش ليه ما بينزلش في التشكيل، ليه ما بيروحش بطولات. الكابتن ممكن يقولك هو مش شاطر كفاية، مش كفء، مش قوي كفاية في اللعبة. انت بقى على طول ما تقبلش الموضوع ده وتخش في تحدي ولازم تدخله. لكن اول ما يخش في المنظومة دي انت بتحس ان انت نجحت، دي سعادة حصلت لك، والشاب بيحس انه قادر على كل شيء وانه مفيش قدامه تحديات. كان اهالينا زمان بيقولوا لنا خليه يشوف الدنيا شويه، خليه يتعلم شويه، يتعلم من غلطاته. احنا ما عملناش كده بقى، احنا خلينا الاطفال مش معرضين لاي نوع من التحديات، مع ان البحوث الاجتماعيه بتقول يبقى ابحاث كتيره مطوله اتعملت وقالت ان الاطفال في الحقيقه وفي الاساس اقوياء بطبعهم، انتي فراجايل. يعني اعتبر الطفل ده زي العضلة بتقوى بالتمرين وبالتعب. لازم يعدوا على تحديات صغيرة، مش لازم لما المدرس يزعق لهم تروح على طول تشوف هو زعق ليه وعمل مشكلة ليه وتفهموا انه أولادك دول سبيشال كيس حساسين قوي، لازم تاخد بالك منهم قوي لأن مناعتهم النفسية ضعيفة قوي. فضلنا نحوط عليهم طول الوقت، فلما كبروا بقوا قلقين وبقى عندهم هشاشة وبقوا ما بيقدروش يستحملوا أي ضغوط طبيعية. زمان ومش من زمان قوي يعني كان الطبيعي ان الطفل ينزل يلعب ويتخانق مع اصحابه، ولو اولاد حتى زي جت فيزيكال ويضربوا بعض وبيتصالحوا من نفسهم. كان عادي انهم ينظموا لعبهم، مش دايما تقعد تقول احنا هنجيب فلان وفلان يعملوا معاك بلاي ديت علشان انت تعرف اهاليهم وتقدر تنظم الموضوع يبقى تحت الكنترول بتاعك. لكن كم واحد فينا بيقدر او بيجيله جرأة انه يسيب ابنه تماما في النادي ويمشي مثلا زي ما كان اهالينا بيعملوا معانا؟ طبعا ساعتها تعرضنا لمشاكل، اصحاب مش ولاد او بنات مش عايزين نلعب معاهم، مش عايزين نشارك في اللعب، ناس بيقعدوا على مثلا السوينج المرجحه وما يحبوش ينزلوا وتفضل انت واقف جنبهم بالنص ساعه. مع الوقت بتتعلم ازاي تحجز المرجحه بدري
وإزاي ما تنزلش غير لما تكون خلصت فعلا، أو تنزل لما يكون اللي قدامك ده وقته ولازم يركب مكانك. اتعلمنا ان احنا لما نقع عادي، يعني ما نعيطش، مفيش اب ولا ام نجري عليهم نقول لهم شفتوا احنا ايه اللي حصل لنا ويطبطبوا علينا. قلة الخبرة في التعامل مع الواقع ولدت جيل مش قادر يتعامل مع اي نقد، ما يقدرش يتصرف لوحده في مشاكل صغيرة، جيل قلق وبيخش في اكتئاب تحت اي ضغط، وما بيقدرش انه حتى يقدم لوظيفة جديدة لانه مش واثق في نفسه كفاية ومش متعود انه يترفض. الشاب ولا البنت من دول عايزك تيجي معاه الانترفيو. البنت بتنهار لو اي واحدة من صديقاتها، مثلا صديقة مقربة، خانتها او اتكلمت عليها او يعني خدت منها حبيبها، لانه هي مش متعودة او ما واجهتش صدمات من هذا النوع طول ما هي بتكبر، مش قادرة تتعامل معاها. طبعا عندنا امثلة كتير في التراث، لكن الاسلام عامة بيشجع على ان انت تترك الاولاد يكتشفوا حياتهم بنفسهم. يعني حتى الحديث بيقول ان انت بما معناه تلاعب ابنك 7 وتأدبه 7، وبعد كده بتترك حبله على غاربه، يعني بتسيبه من سن 15 سنة تعامله كصديق. خلاص هو كبر وأخذ حقه في المرحلتين اللي كنا بنتكلم عنهم، سواء في اللعب أو في المراهقة، وتعلم الاحترام والانتظام، وبقى له مساحة من الحرية إنه يقرر ويتصرف بحريته. ومفيش داعي إن احنا نتدخل أكتر من كده، عشان مش بس السوشيال ميديا ومش بس العزلة الاجتماعية، طريقة تربيتنا عملت كتير من الضغوط والتوتر اللي احنا شايفينه. آخر حاجة لقيتها مسببة نوع من التوتر والقلق النفسي عند الولاد هو إن الحياة بقت سريعة جدا، ما بقاش في حاجة اسمها وقت فراغ. الأهالي بيعملوا اوفر سكيدجولينج لولادهم، يعني تلاقي يطلع من تمرين الباسكت يروح تمرين الكورة، يخرج من تمرين الكورة يلحق يروح درس الحساب، خلص ده عنده زيارة بلاي ديت أنا محددها له، وبيروح من المدرسة يستحمى وياكل ويعمل واجب الطويل اللانهائي. وقت الفراغ نفسه اللي احنا مدينهوله مش بيقعد فيه مع نفسه، بيقعد على السوشيال ميديا أو على والعياذ بالله نتفليكس أو على اليوتيوب أو على الجيمينج. مفيش لحظة هدوء، مفيش لحظة نتأمل فيها حياتنا. الكلام ده للشباب وللكبار، ولكن ده أثر على الشباب لأن نفسيتهم لسه بتتكون. مرة في صحابي اسمه حنظلة جه للرسول عليه الصلاة والسلام، سامحوني طبعا لو ما كنتش حافظة الحديث بالظبط، ولكن حنظلة اشتكى له انه ساعات بيحس بنفاق، لانه يعني واخد راحته مع اهله، مش شادد نفسه ومركز قوي مع احوال المسلمين، زي برضو مش شادد نفسه. احنا عندنا الاحساس ده دلوقتي، ان احنا ازاي قاعدين مثلا بناكل براحتنا وبنخرج واهلنا في غزة بيبادوا. احساس فظيع بالقلق والتوتر. الاحساس ده عند ولادنا اللي لسه نفسيتهم هشة جدا، الاحساس ده مضاعف. احنا عندنا مثلا موجة من الشباب الصغير اللي مقاطع كل المنتجات اللي لها علاقة بنظام الابارتايد. انا حاسة بيهم، عندهم حق، بس هم الموضوع ده بقى بالنسبة لهم موضوع مقلق جدا. بقوا يخشوا السوبر ماركت ويبصوا على كل الليبلز، مش مكتفيين بس بالحاجات اللي احنا يعني عارفينها. ليه بقى ده؟ لأنه بقى فيه إحساس زي اللي عند حنظلة، إحساس بالنفاق لو إنه أخد وقته عشان يرتاح. فالرسول قال له ما معناه؟ ساعة وساعة يا حنظلة، يعني ادي نفسك وقت للتعبد ووقت ترتاح فيه، وازن بين جوانب حياتك. في حديث كمان لفت نظري كان بيقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني في نعمتين كتير الناس مش واخدين بالهم من قيمتهم، الصحة والحمد لله عليها وربنا يديمها على جميع الناس، ووقت الفراغ. احنا وقت فراغنا او الشباب كمان بنضيعه قدام الشاشات ومن غير هدف طبيعي جدا، والنتيجة هي الشعور بالفراغ النفسي والقلق. زي ما بنقول كده النفس لو ما اشتغلتش عليها
هتشغلك هي بالباطل. لو انت ما اشتغلتش على نفسك وقعدت فكرت وقعدت مع نفسك تشوف انا ايه اللي انا عايزه في الحياة، انا ايه اللي انا بحبه، انا ايه اللي ممكن اغيره، هي بقى هتشغلك بالباطل، هتحط لك افكار سلبية، هتعمل لك قلق. وهي بتعمل كده مع اولادنا، الانشغال بحاجات كتير، حتى لو كانت باخبار العالم، حتى لو كانت بمآسي العالم، بيخلي النفس من جوانا تشغلنا بالقنوط. ايه ده؟ هو مفيش امل؟ هو الدنيا كلها ظلم؟ هو العالم كله اجرام؟ هو حياة البني ادمين ملهاش لازمة؟ كنت بتفرج على دوكيومنتري كان بيتكلم عن الفرق يعني بين حياة الناس في مكان معين في نيويورك، تحديدا في تشيلسي. تشيلسي مدينة غنية، يعني سوري، نيبرهود، مكان معين يعني، منطقة في نيويورك معروفة بأن فيها أحسن مدارس، أحسن مساكن، مستوى أمان كبير جدا. ولكن فيها لسه مدارس وفيها مساكن بيسموها البروجيكتس، اللي هي المساكن اللي بيسكنها الناس اللي ما عندهمش فلوس انهم يسكنوا، والحكومة يعني بتساعدهم. الكلام كان كله عن الفروق، وازاي نخلي الشباب دول يعني يعرفوا الشباب التانيين اللي من البروجيكتس ويتعاملوا معاهم، ما يحسوش بالاستعلاء. ولكن اللي لفت نظري جدا انه في شاب كان بيتكلم في الاول وكان متأثر جدا بالفروق الاجتماعية، وبيقول انا اتولدت في مستوى اجتماعي عالي جدا، ازاي انا حاسس بكل النعم دي وفي غيري ما عندوش ولا حاجة من دي؟ ازاي انا ممكن العب في اي فريق انا عايزه، اشتري احسن لبس رياضة، وغيري ما يقدرش يشتري جزمة جديدة؟ عارفين الصدمة ايه؟ الصدمة ان هم على بال ما خلصوا الدوكيومنتري ده مع الشباب، الشاب ده نفسه، الشاب الجميل ده نفسه انتحر. بصوا نفسه قالت له ايه؟ نفسه قالت له انت ما تستحقش الحياة، انت ازاي مش شايف اللي حواليك، انت لازم تبقى انسان بانك لازم تحس بكل آلام الآخرين. ولما زهق من الألم ده موت نفسه. مش عايزة أطول عليكم في وصف المشكلة دي أكتر من كده، احنا فين من الصورة العامة؟ الشباب عايش في عالم مليان تكنولوجي ومعلومات وأقل في التواصل الحقيقي. أهله كانوا حريصين جدا عليه، لكن ضغوط الحياة حواليه فعلا عالية جدا، كل ده خلى معدل القلق عنده أعلى. طيب نعمل إيه يعني؟ خلاص الموضوع ده ميؤوس منه. الجيل ده زي ما كتير في أمريكا بيقولوا عليه اللوست جينيريشن. الحقيقة إنه قبل 20 سنة العقل لسه بيسموه فيه بلاستيستي، المخ بيقدر يتغير وبيقدر يعني يكون مرن. ففي توصيات عامة أو 4 توصيات أنا قريت عنهم، ونقدر نعتبرهم اقتراحات أو نقدر نعتبرهم معايير مجتمعية. لو كلنا التزمنا بيها كبيرنتس نقدر إن احنا نقلل المستوى القلق عند الانشس جينيريشن. أولا مفيش سمارت فون قبل المرحلة الثانوية، يعني ما تديش ابنك قبل سن 15 سنة سمارت فون. ممكن تديله تليفون عادي، تليفون الفليب فون ده اللي بيرد عليهم. ممكن تدي مثلا في ساعات ما بتبقاش اللي هي الساعة مش الابل واتش اللي بتخليه يشوف كل حاجة، لا ساعة بس ممكن يتصل بيها ونحدد بيها يعني اللوكيشن بتاعه، وممكن هو يشوف بيها نوتيفيكيشنز بسيطة. ده بيعمل لهم تأخير شوية لمرحلة الإكسبوجر، بيحميهم لحد ما شخصيتهم تبقى قوية كفاية وقادرة إنها تتحكم في الضغوط اللي عليها. تاني توصية إنه مفيش سوشيال ميديا قبل سن 15 سنة أو قبل حتى 16 سنة. ما تخليش ابنك يعمل أكاونت على السوشيال ميديا بلاتفورمز دي. ممكن يبص من سن 15، ممكن تلاقيه بيبص مثلا على مواقع أو بيلعب جيمز، لكن ما يعملش أكاونت. لو عمل أكاونت، أولا السوشيال ميديا بتغرقه اللي هو المحتوى اللي هو عايزه، ثانيا ممكن ناس تتواصل معاه، ممكن تعمل له طلبات ما هو عنده أكاونت والناس شايفاه. فأنا برجح إن الناس ما يعملوش أكاونت لولادهم، ويحاولوا إن الولاد نفسهم ما يعملوش أكاونت لنفسهم.
تالت توصية أن المدارس لازم تبقى خالية من الموبايلات. يعني لا، إحنا بندي ولادنا تليفونات، تمام، عايزين نطمن عليهم لو بيروح لوحده، لو بيركب أوبر أو كريم، عايزين نعرف هو راكب إيه، وصل ولا ما وصلش، تمام. لكن أول ما يخش المدرسة يحط التليفون في لوكر أو يكون في مكان تجميع للتليفونات. ده أدى لنتائج إيجابية جدا على تركيز الطلاب وتفاعلهم، وخلاهم يركزوا مع مدرسينهم، وخلاهم أقدر على أنهم حتى يخلصوا واجباتهم والحاجات اللي هم المفروض يعملوها في المدرسة، اللي هم عادة دلوقتي بيكملوها في البيت لأنه مش لاحقين، بدأوا يعملوها في المدرسة. ده هيفرق كتير في شخصية الولاد، ينزلوا البريك معهمش تليفونات، فيلعبوا مع بعض ويلعبوا ويتكلموا، ويبقى في جو اجتماعي ما فيهوش تشتيت. آخر توصية هو، وحاولوا ان انتوا تفهموها بعقل، يعني open mind، عقل مفتوح. ممكن نرجع للعب الحر تاني، ممكن نرجع للي بيسموها المساحة الثالثة. المساحة الأولانية هي البيت، المساحة التانية هي المدرسة، المساحة الثالثة هي الشارع والنادي والمساحات المفتوحة، ولو كان في بارك. نخلي الولاد يخرجوا ويلعبوا من غير تدخل مستمر، من غير متابعة. طبعا ده مش معناه انه ان انا ما نبهوش للحاجات اللي المفروض يعني ياخد باله منها عشان الامان، انه ما يكلمش ناس كبار ما يعرفهمش، انه ما يقبلش اي محادثة كاجوال كده مع حد ما يعرفوش، وطبعا انه يحافظ على مساحة جسمه. لكن بنديهم مساحة يجربوا بقى، يكتشفوا، يصاحبوا اصحاب يكتشفوا انهم لا مش كويسين او انهم كويسين، يعرفوا ناس مش من خلال الدايرة بتاعت معارفنا، يعرفوا ناس من الملعب مثلا. نديهم مساحة يشاركوا فيها في مسؤوليات بسيطة. ينزل يجيب حاجة من السوبر ماركت. أنا أعرف ناس كتير من أصحابي ما بيبعتش ابنه يجيب حاجة من السوبر ماركت اللي جنب البيت، يقول لك لا يتخطف. كام في المية اللي بيتخطفوا يا جماعة؟ مش معنى أن السوشيال ميديا مكبر قوي الموضوع ده، الخطف والاغتصاب والتحرش، معناه أنه لازم نقفل على أولادنا الباب وباستمرار نعمل ديليفري، لحسن ينزلوا الشارع، آخر الشارع زي ما احنا كنا بننزل، يروح السوبر ماركت يتخطف ويتقتل. مش معقول كده. المساحة الحرة هي مساحة اللي بيقدر يعمل فيها أصحاب، بيقدر يكون فيها خبرات، بيقدر يحس الصح من الغلط. عايزين نربي جيل بيعتمد على نفسه، مش جيل قلق ما يقدرش يحل أي مشكلة صغيرة. عايزين نحصنه قدام المشاكل الأكبر بإنه يقدر يتعامل مع المشاكل الأصغر، يستعيد اللعب الحر، الفري بلاي، ويقدر يعرف إنه مش محبوس، مش موجود جوه جدول مستمر من التمارين والدروس وحاجات الاكتيفيتيز اللي احنا بنعملها لهم عشان نخليهم على طول مشغولين، عشان في نظرنا ان احنا لما نخليهم مشغولين فمش هيتعرضوا لأصدقاء السوء ومش هيتعرضوا للفراغ القاتل. لكن في الحقيقة ان احنا بنمنعهم من ممارسة الطاقة في مجال معرفة الأصدقاء، والتعرف على الناس بحرية، والتعرف على التجارب الحقيقية، مش التجارب البلاستيك اللي احنا بنخلقها لهم. حاولوا تطبقوا الحاجات دي خطوة خطوة. ممكن يساعدكم ان انتوا تتفقوا مثلا مع الناس في المدرسة على موضوع الموبايلات ده، تتفقوا مع دايرة من أصحابكم والله نبعت الولاد كلهم السوبر ماركت في يوم، مثلا يوم الجمعة ده كل الحاجات هم يروحوا يجيبوها. جيل القلق ممكن يتحول لشيء إن شاء الله لجيل قوي وسعيد لو تعودنا إن احنا نفهم احتياجاتهم بعيد عن الصورة النمطية اللي كوناها للدعم. يعني إنه الدعم معناه إن أنا باستمرار أبقى وراه وفي ظهره لدرجة إنه ما بيكبر ما بيبقاش عنده في الحقيقة باك بون. أنا مش هعيش للأبد وإنتوا مش هتعيشوا للأبد، وهيجي وقت هيحسوا فيه إن احنا over protected وعملنا دعم بزيادة، لكن الحياة في الحقيقة مش هي دي. أنا شيرين معاكم، وده سؤال على الهوا، وأنا عايزاكم تتابعوا البودكاست على سبوتيفاي وأنغامي وعلى اليوتيوب طبعا وعلى أبل بودكاست.
سؤال كل حلقة بينزل على صفحتي شيرين صلاح على السوشيال ميديا، وكمان على السوشيال ميديا بتاعت سؤال على الهوا في كل القنوات المعروفة والبلاتفورمز، زي على انستجرام وعلى تيك توك. كل ما بتطرحوا علينا إجابات على السؤال، كل ما بنلاقي مادة نعمل بيها حلقة حلوة ونقدر نفيدكم ونستمتع مع بعض في سؤال على الهوا.